عزيزي الاهلاوي الجميل، الاهلي يفوز على سيراميكا 4-1 من 4 اهداف من امضاء وسام ابو علي. وسام اللي بقى وسام خلاص على صدور الاهلاويه بامتياز. النهارده اللاعب بيبصم على ال4 اهداف. هداف الدوري يا جدعان، هداف الدوري يا جدعان في نص موسم، وان شاء الله باذن الله يكمل على كده ويعدي وباذن الله هداف الموسم. وكل موسم وسام ابو علي النهارده اللي بيأدي اداء جامد جدا، وكل ماتش بيثبت فعلا انه مهاجم جدير بالنادي الاهلي. مهاجم كان النادي الاهلي بيدور عليه بقاله سنين وسنين. النادي الاهلي من يوم تقريبا ما مشي وليد ازارو ما تلاقاش مهاجم بالشكل ده. وليد ازارو اي نعم كان بيضيع كتير، ولكن النهارده انت عندك نفس الاداء والروح ونفس اللي كان بيعمله وليد ازارو مع الفينش كمان اللي عالي جدا من وسام ابو علي. النهارده بيجيب هدفين وبيبصم لك على هدفين تانيين. اسيست لعمر كمال عبد الواحد الهدف الرابع، وضربه جزاء، يمكن ضربه جزاء من كره ميته وضربه جزاء صحيحه 100%. واي حد يطلع يشكك، لا يا حبيبي، لا يا بابا. طارق مجدي اللي قاعد على الفار ده ياما لغى للنادي الاهلي اهداف، ياما جاب الحكام، وكان النهارده عايز يدبس الحكم، عايز يدبسه. الكره باينه جدا. انت بتجيبه ليه؟ يعني انت بتجيبه ليه؟ ده سعد سمير جايب رجل وسام في اليمتين ومش كورته، وسام اللعب الكوره تماما. انت بتجيب الحكم ليه وعايز تدبسه وراح تعمل له كده ليه؟ وفريق بقى سيراميكا والناس الاداريه الموجوده عاوزين ينسحبوا من الماتش. هو ايه يا جدعان؟ انتوا بتلعبوا ماتش في حجز ولا ايه؟ انا مش فاهم في ايه، ولا دوره رمضانيه؟ قصه الانسحابات دي ويلا هات الفريق وانزل، الكلام ده بطل خلاص من ايام يعني الهكسوس. اي نعم في فريق بيعملوا الايام دي اللي هو الزمالك، بس ما علينا، سيبك من ده. لكن ان انت تكون بتلعب مباراه ويلا هات اللعيبه ويخرج، ايه يا عم في ايه؟ الكره صحيحه 100%، مش انت بتتكلم، مش لا الحكم فعلا طارق مجدي اللي قاعد على الفار ده مصمم ان هو يدبس الحكم بشكل كبير جدا. النهارده الكره باينه وواضحه، ولكن بيجيبوا تعالى شوفها. يشوف ايه يا عم؟ يشوف ايه يا سيدي؟ يشوف ايه يا حبيبي؟ النهارده النادي الاهلي بيحقق فوز كبير وغالي، وبيعتلي صداره الجدول بدون اي منازع وبدون اي منافس، وايضا بيعتلي صداره التهديف. والتهديف اخيرا شفنا مهاجم هداف. تكرم يا وسام يا ابني، والله تكرم يا فدائي. تعال بقى نتكلم على التشكيل والاداء بتاع النادي الاهلي النهارده. التشكيل اللي ابتدى بيه مارسيل كولر، وكان فيه تريكايه. انا يمكن لما شفت التشكيل من البدايه يعني حسيت ان هو غموض شويه. طب قفشه هيلعب ازاي مع امام عاشور في ظل ان اصلا مفيش جناح غير رضا سليم بس؟ طيب النادي الاهلي النهارده ابتدى بالتشكيل زي ما احنا عارفين: الشناوي وربيعه وعبد المنعم وهاني وكريم فؤاد، وفي خط الوسط اكرم ومروان، وقدامهم قفشه، وجناح شمال هو امام عاشور، وجناح يمين هو رضا سليم، ومهاجم صريح هو وسام ابو علي. لما ابتدى المباراه وشفت فعلا ان امام عاشور بيلعب كجناح، قلت خلاص ماشي، هنشوف القصه فيها ايه وهل هو بيجربه ولا لا. فعلا شفنا امام عاشور كان عنده اريحيه كبيره جدا، وكان عنده استلام للكره بشكل اكتر من يمكن ما هو بيلعب 8، وكان في اريحيه لان اللعيبه مش متعوده عليه، لعيبه المنافسين مش متعودين عليه انه يلعب في المركز ده. فالنهارده كانت تركايه من مارسيل كولر، وفعلا امام عاشور جات له كور كتير وكان بيلعب باريحيه كبيره جدا. ولكن عدم اللعب الجماعي من امام عاشور في كورات كتير جدا اتسببت ان انت كنت مستحوذ، كنت عامل كل حاجه في الشوط الاول. ولكن بلوم امام عاشور. اي نعم كان اداؤه كويس، اي نعم ادى الدور ده اللي هو الجناح بشكل كويس جدا، ولكن جات له كور كتير كان فيها انانيه مفرطه لدرجه حتى الجول اللي دخله وسام ابو علي، يمكن وسام ابو علي اتحرك بشكل كويس جدا وفضى نفسه في مساحه خاليه تماما، الا ان امام عاشور ما كانش شايفه، لان هو كان مركز ان هو يلم الكره ويشوط على طول. شاطت الكره تخبط في المدافع، تيجي لوسام اللي على طول يا باشا، مش لسه بقى هوقف وقت، المس وبلياردو في العارضه، وهدف اول للنادي الاهلي في الدقيقه 37. يمكن دي ما كانتش اخطر هجمه للنادي الاهلي، ولكن قدر وسام فعلا استغلها بشكل كبير جدا. وسام من اللعيبه اللي الشبكه بتحبهم وعنده توفيق كبير جدا، ده بفضل الله، ثم ان هو تحركاته بدون كره بيتحرك بشكل حلو جدا، وبيخلق مساحات كويسه جدا، وبيعرف يوقع المدافعين في اخطاء، وبيعرف ان هو يخرجهم بره المناطق الدفاعيه بتاعتهم بشكل كبير. شفناه في اكتر من كره، وكان بيفضي مساحه سواء لامام او لقفشه او حتى لرضا سليم اللي راحت بكوره وباتنين، ولكن ما كانش فيها توفيق بشكل كبير جدا. لكن النادي الاهلي على مستوى الشوط الاول كان ضاغط، كان مستحوذ، كان عامل شغل كويس جدا، ولكن
الجماهير كان في ثقه مفرطه. الجون كمان اللي الاهلي سجله يمكن ادى ثقه زياده عن اللزوم للعيبه، وشفت كوره يمكن لمحمد هاني بيستلمها بشكل خاطئ جدا في نص الملعب، مش عارف بيطولها بشكل غريب قوي، اتقطعت منه الكوره واتردت هجمه مرتده على النادي الاهلي اللي طلع فيها الشناوي واخطا ديت، وبعد كده قام ماسكها لقفها بايده والكلام ده كله، ولكن الحكم في النهايه حسبها تسلل، ولكن خطا في نص الملعب ادى الى هجمه مرتده. ودي اللي كان بيلعب عليها الرمادي النهارده، ان هو مش عايز يباغت النادي الاهلي، مش عايز يجاري النادي الاهلي، لان خاصه لعيبه النادي الاهلي اي نعم كل 3 ايام في مباراه، اي نعم في ضغط كبير جدا، ولكن الحمد لله الحمد لله. ودي يمكن لازم نشكر مارسيل كولر عليها، ونشكر مدرب الاحمال بشكل كبير جدا على الفورمه اللي فيها اللعيبه، ان هي لحد دلوقتي الحمد لله الحته البدنيه بتاعت النادي الاهلي واقفين على رجليهم بشكل كويس جدا. ولكن انت استحوذت شوط اول، عملت كل حاجه ولكن بدون خطوره جامده، الا ان الهدف الاول جه في الدقيقه 37 فقط لا غير. نبتدي بقى الشوط الثاني، بدا سيراميكا كليوباترا يضغط على النادي الاهلي اكتر، وفعلا يضغط بشكل كبير جدا وشكل مكثف، وفي الدقيقه 50 بيعمل هجمه حلوه جدا، القندوسي بتروح له الكره بيسجل هدف رائع في محمد الشناوي، هدف التعادل لنادي سيراميكا كليوباترا، عشان خاطر النادي الاهلي يبتدي بقى يلعب ويبتدي يضغط، ويبتدي مارسيل كولر يعنف اللعيبه شويه، والجمهور اللي موجود في الملعب فعلا بقى يهتف للعيبه عشان خاطر يحركهم. وده الترمومتر بتاع اداء النادي الاهلي دايما الجمهور، اللي فعلا كان له دور كبير جدا داخل الملعب النهارده. وبالفعل النادي الاهلي بدا يضغط وبدا يروح، وكوره وهجمه حلوه جدا ولكن تتقطع، والكوره كانت خلاص يمكن شبه طالعه بره المرمى، ولكن وسام ابو علي بيجري عليها بسرعه كبيره جدا، وبيستغل بطء سعد سمير في الطلوع بالكوره، ويحط رجله قبل سعد سمير عشان سعد سمير ما يتلاقيش غير رجل وسام ابو علي، ويتحسب ضربه جزاء صحيحه 100% للنادي الاهلي النهارده. وبيخش يسجلها امام عاشور، اللي ما كانش نفسي امام هو اللي يخش. انا مش عارف ليه امام النهارده بالذات كان مصر انه يجيب جون، هل في حاجه انا مش فاهمها؟ انا مش عايز اتكلم في النقطه دي وافتحها بشكل كبير جدا، ولكن امام كان مصر قوي ان هو يجيب جول، لدرجه ان هو كان وسام اللي رايح يشوط الكوره وهو طلبها، ومارسيل كولر اداله التصريح وخلاص مش مشكله العبها، وفعلا لعبها جابها جون تمام. بس انا كان نفسي وسام هو اللي يجيب الجون عشان يتصدر او يتساوى مع متصدر الهدافين في الدوري الممتاز، ولكن وسام بجدعنته وشهامته ساب له الكوره، فسبحان الله ربنا ردها له في اخر المباراه. بعد كده النادي الاهلي بيلعب لعبه، بيقدر ان هو يهدي الريتم شويه بتبديلات من مارسيل كولر، بخروج قفشه ونزول الشحات، وايضا خروج رضا سليم ونزول ندفيد، اللي سبحان الله ندفيد بعد 5 دقائق من نزوله بيعمل فاول في نص الملعب ملوش اي 30 لازمه، بيضرب القندوسي ضرب بدون كره. ليه؟ مش فاهم. خدت انذار مجاني، كانت ممكن برضو كره بعد كده كان ممكن يحصل فيها حاجه وتاخد طرد. انا مش فاهم، انت لازم مش مركز متضايق من القندوسي في حاجه، ما تفهمش فيه ايه اللي مش مركزك كده يا ندفيد، ما تفهمش. ولكن انذار بعد 5 دقائق من نزوله الى ارضيه الملعب، وبيبتدي النادي الاهلي يلعب لعبه، وبيبتدي النادي الاهلي يضغط. بعد كده مارسيل كولر بيعمل تبديله في الدقيقه 94، انا مش فاهم ليه اتاخر قوي كده، بس ما علينا. عمر كمال عبد الواحد وخروج امام عاشور. عمر كمال عبد الواحد اللي بدا يلعب لعب كويس جدا، وكان بيلعب في نص الملعب النهارده، اللي مش عارف له خلاص مركز. انا الراجل ده بينزله، اللي هو مارسيل كولر بينزل عمر كمال عبد الواحد كل ماتش بمركز مختلف، انت ما تفهمش بيعمل ايه بتاع مين، بس ما علينا. النهارده نزل، وفي الدقيقه 95 بيجي ضربه حره مباشره للنادي الاهلي، وبيخش وسام اللي بيشوطها في نص الحيطه، بتخرم الحيطه وصاروخ ارض جو، الهدف الثالث للنادي الاهلي، عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرم جهد اللاعب ده اللي عمل النهارده مباراه هايله جدا جدا جدا. وهدف الثالث للنادي الاهلي والثاني ليه وسام ابو علي، وبعد دقيقتين بالظبط وقبل صفاره الحكم بحوالي 30-40 ثانيه بيعمل اسيست من هجمه مرتده الاروع وسام ابو علي لعمر كمال عبد الواحد، اللي بينفرد تماما ببسام وبيعملها تشيب كده من فوقه، والهدف الرابع للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيفتح على الرابع النهارده في اداء ولا اروع ولا اجمل للنادي الاهلي. الاهلي النهارده نتيجه واداء وكل حاجه كويسه، ولكن الشوط الاول كان فيه علامات استفهام كبيره جدا على الفريق، مستحوذ مسيطر عامل كل حاجه قدام فريق محترم بيلعب بشكل منظم دفاعيا، ولكن هو النهارده كان لعبهم على الهجمات المرتده، ما كانش قادرين يجاروا النادي الاهلي. اي نعم راحوا بكوره واثنين جابوا منها هدف، وكوره جت تسلل، وكوره ثانيه عملت خطوره، ولكن دون جدوى كبيره. انت كنت عامل شوط اول حلو قوي، ولكن الشوط الثاني اللي يمكن هرب منك في بعض الاوقات، ولكن التوفيق وعدمه هو بقى اللي بيحسم
وضربه الجزاء الصحيحه 100% بفضل الله، ثم وسام ابو علي اللي حط رجله بشكل كويس جدا وقدر ان هو يعدل الكفه للنادي الاهلي علشان خاطر فريق سيراميكا يهاجم اكتر على النادي الاهلي، وعايز بقى ان هو يعوض ويتعادل، والنادي الاهلي يستغل ذلك في اخر 4 دقائق او اخر 3 دقائق بهدفين ولا اروع ولا اجمل، وبينهي النادي الاهلي المباراه ب4 اهداف مقابل هدف في مباراه حلوه جدا بطلها ورجل المباراه وسام ابو علي بامتياز. شكرا يا وسام، وشكرا للي جاب وسام. زي ما بننتقد الاداره في بعض اللعيبه، لازم نطلع النهارده نشيد بيها في وسام ابو علي. وربنا يا ابني يبعدك عن الاصابات، وربنا يا ابني يزود مستواك اعلى واعلى، وان شاء الله تبقى هداف الدوري هذا الموسم وكل موسم باذن الله. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.